أهلا بكم. اليوم رح نتكلم عن مباراة عملت ضجة كبيرة مؤخرا، خسارة ريال مدريد الكبيرة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية. معنا تحليل مفصل من قناة على يوتيوب، ورح نحاول نفهم إيش اللي صار بالضبط وناخد العبرة. النتيجة أكيد كانت صادمة. تماماً، يعني النتيجة كانت مثل ما وصفها المصدر مجزرة كروية، درس قاسي جداً لتشابي ألونسو وفريقه. التحليل ده بيشير لخليط من أخطاء فردية فادحة، يمكن شوية سوء حظ كمان قبل المباراة، وقرارات فنية غريبة من المدرب الصراحة. البداية كانت كارثة بكل معنى الكلمة لريال مدريد. خطة ألونسو للسيطرة على الكرة انهارت بسرعة. خطأ راؤول أسنسيو في الهدف الأول، هذا كان نقطة تحول مبكرة جدا. التحليل شبه استلامه للكرة بطريقة كأنه لاعب بقاله فترة طويلة ما لعب ورجع بحذاء أمان. وغريب أكتر هو غياب رد الفعل المنظم بعد الهدف الأول. ده ما يليقش بفريق كبير زي ريال مدريد، ولسه يدوب بيستوعبوا الصدمة الأولى. جاء الخطأ الثاني على طول من روديجر نفسه، قدم تمريرة هدية طبق من ذهب لديمبيلي. ده بيوري انهيار تام في التركيز الدفاعي. التحليل كمان أشار لأداء فران غارسيا اللي كان مخيب للآمال، خاصة بعد كلامه قبل المباراة عن مواجهة نونو مينديز وكذا. مساهمته السلبية كانت واضحة جدا في الهدف الثالث اللي جاء من جملة تكتيكية حلوة من حكيمي وديمبيلي، وفابيان رويز أنهاها. الموضوع مش بس أخطاء فردية، كان في ضعف تكتيكي واضح كمان. صحيح، وفي نقطة مثيرة للاهتمام التحليل لمح ليها، وهي احتمالية وجود تعليمات لباريس سان جيرمان بين الشوطين إنهم يهدوا اللعب شوي، يمكن عشان وجود شخصيات زي ناصر الخليفي وفلورنتينو بيريز في الملعب، لتجنب نتيجة تاريخية محرجة أكتر. هذه نقطة مثيرة، بس هل التحليل قدم دليل عليها أو مجرد تفسير للي صار في الشوط الثاني؟ لا، هي اتقدمت كاحتمالية أو تفسير محتمل. ليه باريس ما زودش الأهداف أكتر في الشوط الثاني أكتر منها معلومة مؤكدة، بس بتطرح سؤال عن ديناميكية المباراة في الظروف دي. طيب، الهزيمة هذه أكيد كشفت مشاكل. إيش هي الاحتياجات اللي يركز عليها التحليل بالنسبة لريال مدريد؟ التحليل كان واضح جدا في النقطة دي. الحاجة ماسة لتدعيمات، أولاً ظهير أيسر، وذكروا اسم كاريراس تحديداً كصفقة ضرورية جدا. ثانياً لعب خط وسط إضافي عشان منطقة المماورات بانت ضعيفة، مش بس قدام باريس، لا حتى قدام أرسنال ودورتموند قبل كده. وكمان عودة ميليتاو وهويسن للتشكيل الأساسي جنب روديجر دي ضرورية جدا. المشكلة ما كانت بس في هذه المباراة، هي تراكمات ظهرت بوضوح هنا. بالضبط، والتحليل هنا بيأكد على أهمية إننا ما نتسرعش في الحكم على تشابي ألونسو. ما ننساش إنه لسه في بداية مشواره، طلباته للصفقات لسه ما اكتملتش، ودخل المباراة بغيابات مهمة زي أرنولد وهويسن. المجزرة دي ممكن تدفع الإدارة إنها تلبي طلباته أسرع. الدفاع كان مقلق بالدرجة إن التحليل قال إن البعض ممكن يترحم على أيام ناتشو. طيب، خلينا نروح للجانب الثاني، الأداء الرهيب لباريس سان جيرمان. التحليل يعتبرهم المرشح الأقوى لدوري الأبطال الموسم الجاي، خاصة بعد فوزهم على البايرن ب9 لاعبين والإنكر ب5 في النهائي، ودحين الريال برباعية. السؤال اللي يطرحه المصدر، مين ممكن يوقفهم؟ القوة الحقيقية لباريس زي ما التحليل شايفاها هي في المنظومة اللي بناها لويس إنريكي. الفريق حقق الفوز الكبير ده رغم غياب البدائل الأساسيين لحكيمي ومينديز، وقائف مدافعين مهمين، فده بيثبت قوة ومرونة النظام التكتيكي. وفي إشادة خاصة بروح جواو نيفيز، المصدر بيتوقع إنه هيكون قائد الفريق في المستقبل. وثلاثي الوسط نيفيز، فابيان ريز وفيتينيا كانوا متفوقين جدا. والكلام عن الأجنحة كان ملفت كمان. التحليل يعتبر ديمبيلي، كفاراتسخيليا، باراكولا وديابي من بين الأفضل في العالم حالياً، وأداء أشرف حكيمي وصفوه بالاستثنائي، لدرجة تساءلوا هل في ظهير أيمن يقدر ينافسه حالياً؟ وفي نقطة أخيرة التحليل اتكلم عنها، وهي التفوق المادي لباريس. وجهة نظر المصدر كانت إن مفيش فريق أو شخص المفروض يعتذر عشان عنده موارد أحسن أو حظ أوفر. النجاح هو الحكم في النهاية، وباريس نجح يبني فريق قوي بالموارد دي بعد تجارب سابقة، ومش المفروض يبرر ده. تمام، إذن الخلاصة هزيمة مؤلمة جدا لريال مدريد، كشفت ضعف دفاعي وحاجة ماسة للتدعيم، لكن ممكن تكون درس مفيد لألونزو المستقبل.
وفي المقابل باريس سان جيرمان يظهر كقوة جبارة بمنظومة متكاملة ونجوم متألقين مع إنريكي، وهذا يخليه فعلا مرشح كبير للسيطرة على البطولات الجاية. ويبقى في سؤال أخير للتفكير مستوحى من التحليل ده. المصدر أشاد بقوة نظام لعب باريس اللي بناه إنريكي، وفي نفس الوقت شكك في عمق تشكيلة ريال مدريد الحالية مع ألونسو. فلو بصينا للمباراة دي تحديداً، هل النتيجة كانت شهادة أولاً وأخيراً لقوة باريس ومنظومته؟ ولا كانت في الأساس نتيجة لإخفاقات ريال مدريد في اليوم ده بالذات؟ الأخطاء الفردية، الغيابات، إن المدرب لسه جديد. فين التوازن الحقيقي في تفسير النتيجة دي؟ نقطة تستحق نتأمل فيها فعلا. أيوة، جو التشاؤم ده كان واضح. وبالنسبة للاعبين النجوم بقى، المصدر ركز عليهم قوي. انتقد اللي شافوا تراجع في مستوى فينيسيوس جونيور، قال إنه شكله فقد الحماس بعد ما خسر الكرة الذهبية. ونفس الكلام على مبابي اللي حس إنه بيلعب من غير دافع قدام فريقه القديم. طيب، ودي نقطة مهمة، هل وجودهم مع بعض بيأثر على الفريق؟ هو ده اللي المصدر أشار له بقلق. قال إن وجودهم هما الاتنين مع بعض ممكن يضر بتوازن الفريق عشان ما فيهمش أدوار دفاعية كافية، وده نقاش بيتكرر فعلا بين المحللين والجماهير. صح. والمصدر كمان كان شايف إن رودريجو كان المفروض ياخد وقت أكتر، يعني كان يستحق دقايق زيادة. بس الغريب وسط كل النقد والهجوم ده، كان في نقطة مضيئة مفاجأة بالنسبة لصاحب الفيديو، اللي هي إيدير ميليتاو اللي لسه راجع من إصابة طويلة. ميليتاو. المصدر بيعتبر إن ال26 دقيقة اللي لعبهم دول كانوا أحسن من أداء روديجار وأسينسيو طول الماتش كله. ده تقييم عالي قوي للاعب راجع من إصابة. بالظبط، استشهد بتسديداته والتحاماته ووعيه في الدفاع والهجوم، لدرجة إنه قال بملاحظة ساخرة كده إن روديجار ما كانش في الكادر أصلاً وقت الهدف الرابع. لا تعليق بصراحة. وكمان انتقد أداء تشواميني، بس في المقابل شاف إن كورتوا وبيلينجهام كانوا الأحسن في الشوط الأول اللي كان سيء جداً، خصوصاً كورتوا اللي أنقذ الريال من هدفين. تمام. والإشادة بميليتاو دي يعني بتودينا للمشاكل الأعمق اللي الفيديو بيطرحها. المصدر اتكلم عن غياب الانضباط التكتيكي والاعتماد الزيادة قوي على الحلول الفردية. مشكلة قديمة جديدة في الريال. بالظبط. ووصف جيل اللاعبين الحاليين بأنهم تربوا على عدم التكتيك، كلام قاسي شوية. وأكد كمان على الحاجة الماسة لتدعيم خط الوسط، خصوصا مع كبر سن مودريتش، مع أنه قال إن دخوله حسن الأداء شوية. دي حقيقة فعلا. والأخطر بقى من وجهة نظره كان غياب الروح القتالية والرغبة في الرد، ودي اللي وضحتها قوي إحصائيات الشوط الأول الكارثية: 0 تسديدات على المرمى واستحواذ 20% بس. أرقام صادمة بصراحة لفريق زي ريال مدريد جدا. عشان كده هو كان شايف إن الهزيمة دي وبالطريقة دي بالذات غير مقبولة خالص.